هنبدأ فيلمنا مع جين وهي بتكون على جزيرة بعد ما السفينة اللي كانت عليها غرقت، وبتلاقي براد صاحبها اللي كان معاها على السفينة بس بيكون مغمى عليه بسبب انه مطعوم في بطنه، فبتطلعه على الجزيرة وبتبدأ تفوقه. ولما بيفوق بيسألها براد لو كانت شافت اللي هو شافه، بس جين بتفتكره بيهلوس وبتسيبه وبتروح تدور له على مية علشان يشرب، وبتلاقي ورقة شجر عليها مية بس مش بتكون نظيفة، فبتجيب جوز هند وبتحاول انها تفتحها، وبعد شوية بتقدر انها تفتحها فعلا وبترجع لبراد على طول، بس للأسف بيكون مات. وبتبص جين حواليها فبتلاقي نفسها على جزيرة في نص البحر، فبتبدأ انها تاخد مسدس الشعلة اللي مع براد وبتدور في الجزيرة على اي حاجة تساعدها، لحد ما بتلاقي تلاجة متنقلة وفيها كولا، وبتلاقي كمان علبة كبريت وحاجات ممكن تساعدها طول الفترة اللي هتقعدها. وبتكون الحاجات دي تقريبا لعيلة كانت عايشة على الجزيرة. وبيجي الليل وبتقوم عاصفة قوية جدا، فبتنام جين وسط الشجر. وتاني يوم بتصحى جين وبتلاقي ان في سمك كتير على الشط ومنها راس سمكة قرش، فبتبدأ تلم السمك اللي على الشط في الشنطة بتاعتها علشان تاكله. وبتروح جين علشان تستكشف الجزيرة وبتلاقي قبر العيلة اللي كانت عايشة على الجزيرة دي، فبتقرر انها تدفن براد معاهم. فبتروح تجيب براد وبتحفر له حفرة جنبهم وبتدفنه فيه، وبالليل بتولع نار بالكبريت اللي لقيته وبتشوي كام سمكة وبتاكلهم وبتنام. وتاني يوم بتكون جين بتتمشى في الجزيرة وبتتخض لما بتشوف ان قبر براد مفتوح وان الجثة بتاعته مأكولة بشكل مرعب جدا، وبتعرف جين انها في وضع خطر، وبتبدأ انها تعمل لنفسها رمح علشان تحمي بيه نفسها. في الوقت ده بتشوف الشنطة بتاعتها وهي في نص البحر، فبتروح علشان تجيبها وهي بتعوم بتلاقي حفرة في البحر بس مش بتهتم بيها، وبترجع للجزيرة مع الشنطة بتاعتها. وبالليل بتعدي فوقها طيارة وعلى طول بتطلع مسدس الشعلة وبتضرب منه شعلة الإنقاذ، بس بتكون الطيارة عدت وبتنزل الشعلة في البحر وبتنور المكان، وبتشوف جين كائن غريب طالع من البحر، تعرف انه الخطر اللي بيهددها وانه هو اللي اكل براد، وعلى طول بتستخبى وسط الشجر ومش بتطلع صوت ولا نفس. وبيجي الكائن وبيدور عليها، ولما مش بيلقاها بيرجع البحر تاني. وتاني يوم مش بتستنى جين المساعدة وبتقرر انها تحاول تعوم باستخدام الشنطة، بس فكرتها بتفشل علشان الشنطة مش بتستحملها. ترجع للجزيرة من تاني وبتلاقي شجرة مقطوعة ومتفرغة من جواها، فبتستخبى فيها. ولما بيجي الليل بيطلع الكائن ده علشان يدور عليها تاني، وبتكون جين خايفة جدا من صوته وبيرجع البحر لما مش بيلقاها. وتاني يوم بتكون جين مقررة انها هتعمل فخ للكائن ده علشان تقدر تشوف وتعرف هي بتتعامل مع ايه، فبتروح تصطاد سمكة كبيرة بالرمح بتاعها وبتعلقها على الشجرة وبتروح تستخبى في الشجرة بتاعتها، وبتفضل مستنية الكائن ده بس بيتأخر، وجين بيغلبها النوم. ولما بتصحى مش بتلاقي السمكة ومش بيكون للكائن اي اثر. وتاني يوم بتلاقي جين جثة واحد كان معاهم على السفينة، وبتاخده جين وبتعلقه مكان السمكة وبتستخبى في الشجرة وهي مستعدة انها تستناه لحد ما تشوف الكائن ده وتعرف هو ايه. وبالليل بيظهر الكائن وبيكون وحش عملاق وشكله يخوف، وبتترعب جين لما بتشوفه وبالذات لما بيقرب منها. في الوقت ده بتعدي من فوق الجزيرة طيارة ومش بتقدر جين انها تضرب شعلة تاني بسبب الوحش، وبعد كده بيسيبها الوحش وبيرجع البحر. وتاني يوم بتروح جين عاملة سرير لنفسها على مكان عالي وسط الشجر، بس بالليل بيجي الوحش وبيبدأ انه يسحبها وبيقدر انه يوقعها بسهولة، وبتحاول جين انها تهرب منه بس بيضربها ضربة جامدة وبيرميها، وقبل ما يهجم عليها بتقوم عاصفة جامدة جدا وبيخاف الكائن من صوت الرعد وبيرجع للمية من تاني. وتاني يوم لما بتفوق بتكون رجلها متصابة من ضربة الوحش وبتحاول انها تعالجها، بس بتلاقي مركب انقاذ وبتجري عليه، وبيكون في مركب الانقاذ شاب وبنت كانوا مع جين على السفينة، وبتفرح جين جدا انها اخيرا لقيت بشر زيها، وبتاخدهم وبيقعدوا مع بعض على الجزيرة وبتعزم عليهم جين بكولا، وبتبدأ تحكي لهم على الوحش وعلى اللي عمله في براد، بس هما مش بيكونوا مصدقين اللي بتقوله جين. فبتقول لهم جين انهم لازم ياخدوا المركب ويهربوا من الجزيرة، بس الشاب والبنت بيرفضوا انهم يسمعوا كلام جين. وبعد شوية بتقعد جين تقنع في الشاب انهم لو كانوا في البحر احتمال انهم يعيشوا، انما لو هم فضلوا على الجزيرة اكيد هيموتوا، بس برضو الشاب مش بيقتنع. فبتقرر جين انها هتاخد حاجاتها وتهرب من الجزيرة بمركب الانقاذ، بس قبل ما تعمل كده بياخدوا بالهم منها وبيروحوا علشان يمنعوها، وبتضربها البنت على دماغها وبيغمن عليها. ولما بتفوق بالليل بتلاقي نفسها مربوطة في الشجرة، وبتقول لها البنت انها مش هتفكها لان ما عندهاش ثقة فيها وانها اكيد اتجننت من كتر القعدة على الجزيرة لوحدها، وبتسيبها وبتمشي. وبيجي الشاب وبيقول لها نفس الكلمتين وبيتهمها ان هي اللي قتلت براد، بس جيم مش بتكون مهتمة بكلامهم وهمها الوحيد
هي ازاي هتقدر تهرب من الجزيرة؟ في الوقت ده بتكون البنت بتتمشى على البحر لحد ما بتلاقي نص سمكة وهي متاكلة بشكل غريب، وبتتفاجئ لما بتلاقي الوحش بيقرب منها، وبتسمع جين والشاب اللي معاها صوت الوحش وصوت البنت وهي بتصرخ. فبيروح الشاب وهو ماسك خشبة مولعة علشان يبعد الوحش عنها، ولما بيوصل لها بيلاقي الوحش قاعد بياكل فيها بطريقة مرعبة جدا، فبيضربه وبيحاول ينقذ البنت قبل ما تموت. في الوقت ده بتفك جين نفسها وبتجري عليهم علشان تساعدهم، بس بيكون الوحش أخد البنت ونزل البحر ومش بيقدروا ينقذوها. وتاني يوم بتجهز جين مع الشاب قارب النجاة علشان يهربوا من الجزيرة، وأول ما بيركبوا المركب وبيبدأوا يجدفوا بيطلع الوحش وبيبدأ يخرم المركب علشان يمنعهم إنهم يهربوا، وبياخد جيم معاه للبحر وبينزل وراه الشاب علشان ينقذها. بس جيم بيكون معاها سكين وبتضرب الوحش وبتقدر تفلت منه، بس اللي مش بيقدر يهرب هو الشاب لأن الوحش بياخده معاه الحفرة. وبترجع جين للجزيرة وبتجري على النار اللي كانت مولعاها علشان تلحقها قبل ما تطفي لأن كل حاجتها ضاعت. وبتلاقي جيم مركب الإنقاذ رجع للجزيرة وهو مخروم، وبيبقى مش قدامها أي حاجة غير إنها تواجه الوحش. فبتبدأ إنها تعمل أكتر من رمح وبتعمل دايرة من الأغصان اللي بتمسك فيها النار بسرعة، تكتب على كل حاجة حصلت لها على الجزيرة، وبتكتب كمان عن الوحش علشان اللي يلاقيها يكونوا مستعدين إنهم يواجهوه لو هي ماتت. وبالليل بيطلع الوحش للجزيرة، وأول ما بيدخل الدايرة بتولع فيها جين علشان تحبسه، وبتبدأ إنها تطعنه من كل حتة لحد ما بيضربها وبيرميها وبيغمن على جين. وشوية بتفوق وبترجع تطعن في الوحش من تاني، وبيمسكها الوحش علشان ياكلها، بس جين بتفضل تطعن فيه كذا مرة في حتة واحدة لحد ما يموت، وبتقطع جين راسه علشان لو رجعت يبقى معاها دليل على اللي شافته. والنار بتمسك في الجزيرة وبتفضل جين قاعدة لوحدها على الجزيرة بعد ما فقدت كل حاجة ممكن تساعدها. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وكومنت لو عجبك الفيلم. كان معاكم محمد نوبي.